السلام عليكم. دعوني اليوم اشرح لكم طريقة تغيير اي رقم للسي سي. يعني سواء كان عندنا زين موبايلي، اي شريحة، اي شركة. طبعا النظام هنا يسمح لكل الشرائح بالتغيير، يعني تستطيع تغيير من سوا لزين، من زين لسوا، من موبايل لزين بنفس الرقم، ما في اي حاجة بتتغير. طبعا اليوم بقوم بتغيير اي رقم للسي سي. انا قبل كده شرحت تغيير من ياقوت لزين، بعدين من زين لريد بول، بس اليوم بجيب لكم طريقة النقل للسي سي. طبعا بنروح لجوجل، بعدين نبحث عن تغيير رقم السي سي، بعدين ندخل على هذا التحويل الى السي سي. هنا بيسألني مزود الخدمة الخاص من القائمة، يعني الشريحة اللي موجودة حاليا بأي شريحة، سواء كانت جوي، موبايلي، زين، ليبارا، فيرجن، سلام، ريد بول، هذه كل الشركات موجودة. طبعا أنا اللي حاليا عندي جوي. بعدين هنا بكتب الرقم الحالي اللي هو موجود حاليا، وبعدين أكتب هنا رقم الهوية، وبعدين أعمل التالي. طبعا الرقم بينكتب كذا بعد الستتين 5 على طول، ما في صفر. هنا بعد ما أملي الخيارات هذه، رقم الجوال ورقم الهوية والجنسية، أعمل التالي. بعدين تجيني رسالة تحقق على نفس الرقم الذي أنا دخلته. بعد ما أدخل الرقم اللي يجيني في الرسالة النصية، أعمل التالي. بعدين هنا لقد تم التحقق من رقمك المزود الخاص بنا، وأنت على استعداد للانضمام إلينا. يرجى استكشاف الخيارات. بعدين أعمل التالي. هنا عندي كما تشاهدون بيطلب مني تاريخ الميلاد، وبعدين أعمل التالي. طبعا هنا كما تشاهدون بختار من هنا عشان أغير السنة، وبعدين من هنا بختار علشان أغير الشهر، وبعدين من هنا بختار اليوم. بعد ما اخترت التاريخ، هنا عندي كما تشاهدون السهم. هنا كما تشاهدون اكتشف الخيارات، انتظر هذه. هنا بيجيب لي الخيارات. ايش عندي هنا؟ مفوتر، مسبقة الدفع. انا بختار هنا مسبقة الدفع، بعدين اعمل التالي. طبعا هنا بيسألني ايش؟ توصيل الشريحة، يعني بيوصلوا لي شريحة، ولا عندي تأسيس شريحة مدمجة اللي هي شريحة إلكترونية، ولا فعل شريحتك بنفسك. أنا أعمل توصيل الشريحة لأنه ما عندي شريحة. إذا كان عندك شريحة بتعملها فعل شريحتك بنفسك. خلاص، بعدين من هنا بختار باقة. طبعا ما في حاجة تكون مجان، لازم أختار باقة. أقل باقة هنا، أقل باقة هنا بكم؟ هذه الباقة ب15 ريال. طبعا هذه فقط تشتريها علشان تكون انك اشتريت منتج، يعني ما يعني انك ملزم عليها. وبعدين عادي اذا استخدمتها تستطيع الغاها عشان ما تتجدد. بعد ما يحولني لصفحة الدفع، هنا بعمل اشتري الان. هذه كم سعرها؟ 15 ريال. هنا كما تشاهدون اكد العنوان، هنا بختار العنوان وبعدين اعمل توصيل. طبعا بيفك لي الخريطة زي كذا، لازم اروح لنفس المنطقة واختارها كما تشاهدون بنفس الطريقة هذه. امسك بالاصبعين واتحكم فيها. خلاص، بعد ما تحدد الموقع تلمسه فقط لمس كذا، يظهر لك العلامة زي كذا، تعمل من هنا تأكيد موقع. استمرار. الخطوة اللي قبل الأخيرة هنا رقم للاتصال، ولازم يكون الرقم باسمك، يعني عشان يتأكدوا إن نفس الطلب لك. هنا بتحط رقم، لازم يكون الرقم برضو باسمك عشان يتأكدوا. طبعا لازم يكون الرقم باسمك ويكون غير اللي انت عامل عليه الطلب. بعدين هنا تعمل التحقق عشان تجيك رسالة نصية على نفس الرقم الذي انت طلبته. بعدين عندك خيارة التوصيل، هنا بيكون الاسم موجود، فقط هنا بتكتب الايميل اخر شيء، بعدين تعمل استمرار. خلاص، عندي هنا حاليا هذه الفاتورة، طبعا فيها العنوان وفيها نوع الشريحة والدفع الذي قيمة الدفع. بعدين تنزل لتحت وتعمل استمرار. هنا إذا كان عندنا كود خصم بنحطه هنا، إذا ما في بنعمل خلاص أقبل، بعدين أعمل استمرار. هنا اختار طريقة الدفع، طبعا الدفع 17 ريال فاصل ربع. هنا نعمل طريقة الدفع، بعدين نعمل إرسال طلب. خلاص، حاليا إيش عندنا؟ رقم الطلب كذا: شكرا لك، تم إرسال طلبك وسيكون التوصيل خلال 24 ساعة.
يمكنك عرض تتبع تفاصيل الطلب من خلال طلباتي. هنا عندي كما تشاهدون في جاب لي رقم طلب هنا، وهنا عندي التتبع. هنا عندي في التتبع الطلب بحط الرقم بعدين أعمل التالي. جيني رسالة نصية لهنا، بعد ما أحط الرسالة النصية أعمل التالي. هنا عندي هذا رقم الطلب وطلبك وصلنا، يعني هنا التتبع، يعني إذا خرج ولا توصل ولا شيء بيظهر لي هنا التتبع. طبعا الرقم اللي بنحطه علشان نتابع التتبع هو رقم التواصل، مش الرقم اللي بنغيره، الرقم اللي حطينه للتواصل. أخيرا وصلت، طبعا وصلت بعد 36 ساعة مش 24 ساعة. هنا كما تشاهدون جتني رسالة نصية. طبعا المندوب الذي يوصل الشريحة هو الذي يفعلها، بعد ما يوصل وهنا كل حاجة يرسل لك رسالة نصية علشان تدخل على تطبيق النفاذ وتوثق الطلب. هنا كما تشاهدون لما فتحت الصفحة هذه بيجيني هنا رقم الطلب علشان اوثقه من النفاذ. اقوم بتحديث الصفحة هذه، بعدين يتفك معي رقم، مثلا اختار الرقم الذي موجود عندي في الصفحة هنا في نفاذ. هنا كما تشاهدون هذه الصفحة، بعدين عندي هذا الرقم الذي بحطه في نفاذ رقم 41. اذهب للنفاذ واختار نفس الرقم. خلاص بعد ما اختار نفس الرقم تتوثق الشريحة وتصير رسمية. طبعا كل الحاجة اللي بيسويها المندوب الذي بيوصل الشريحة، يعني هو اللي بيفعلها، هو اللي بيعمل كل حاجة. فقط انت بعد ما تجيب له رقم النفاذ توثقها في النفاذ، خلاص هو يكمل الاجراءات كامل. بعد ما يكمل الاجراءات كامل يسلمك الشريحة وتدفع فيه. اذا كان في زي هذه انا مثلا عندي عليها 17 وربع، لازم ادفعها له، يا اما ادفعها كاش ولا ادفعها بالبطاقة. بعد ما ادفعها خلاص يتم التوثيق وكل حاجة، وتجيني رسالة نصية انه تم التوثيق. هنا كمان تشاهدون تم التوثيق، وهنا عندي رقم الهوية، تم توثيق بصمتك بنجاح. هنا عندي رقم الجوال وعندي رقم الهوية. خلاص الآن عندي كل حاجة جاهز وكل شيء تمام. اخذ البطاقة واركبها على طول مباشرة، ما في اي مشكلة. وهذه هي الشريحة كما تشاهدوها هنا وصلت عندي، خلاص حاليا مفعلة جاهزة ما فيها اي حاجة، فقط افتحها واركبها في الجوال، ما تحتاج اي شيء ثاني. طبعا الكثير بيسألني ايش اللي بيتغير لما اقوم بتغيير الشريحة من شركة لشركة. طبعا الرقم نفس ما هو، زي ما هو مفعل عندي في الواتساب، مفعل عندي في ابشر، مفعل معايا في كل مكان، ما في اي شيء يتغير. فقط تتغير الخدمة، مثلا كانت زين رجعت سوا بنفس الرقم، كانت موبايلي رجعت زين. زي كذا اي شركة انت بتختارها بيكون النظام كل شيء زي ما هو، بس تتغير الشركة اللي بتخدمك على نفس الرقم. يعني نفس العروض اللي موجودة في زين تستطيع استخدامها، نفس العروض اللي موجودة في موبايلي تستطيع استخدامها. يعني فقط انت تغير من شركة لشركة بنفس الرقم، ما في اي حاجة تتغير. انا طبعا غيرت من جوي لسوا، يعني هي نفس الشركة بس هذه كفرع وهذه كفرع، يعني ما هم زي بعض. الاشتراكات اللي موجودة في جوي غير والاشتراكات اللي موجودة في سوا غير، واستطيع ان اغيرها هنا. سوا موبايلي زين اي شركة انا بحتاجها وعجبتني عروضها وعجبتني التغطية اللي موجودة عندها استطيع تغيير لها. يعني ما في اي حاجة بتتغير، كل حاجة زي ما هي. فقط انا مثلا العروض اللي موجوده في جوي اصبحت ما تعجبني. اول كانت عندهم عروض قويه وكان عندهم حاجات كثيره يستطيع منافسه الشركات الثانيه، بس حاليا العروض اللي موجوده من 6 شهور كلها ما تعجبني، عشان كذا اضطريت اللي نغيرها للسي سي. العروض اللي في السي سي بتكون اكثر، والتغطيه هي نفس التغطيه. انا تعجبني تغطيه الجوي، وان سوا هي تغطيه واحده وقويه جدا عندنا في المنطقه. طبعا الشركات الثانية برضو تغطيتها ممتازة بس ما تنافس نهائيا شركة السي سي في المنطقة اللي أنا موجود